أسعار السكر اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023. افرح يا ست البيت، الكيس بقى ب19 جنيه. الخبر ده وصلنا من موقع المستقبل، حيث حملت أسعار السكر اليوم فرحة كبيرة لست البيت وكذلك تجار البيع بالجملة والقطاعي، بعد ما وصل سعر كيس السكر في عدد من المناطق إلى 19 جنيه للكيس الواحد في وزن كيلو. ويأتي ذلك بعد إطلاق مبادرة خفض الأسعار اللي خرجت عن رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي، والتي تهدف إلى خفض الأسعار والسيطرة على الأسواق والتصدي لجشع التجار. وطبقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، فقد شهدت الأسعار تراجعا ملحوظا، حيث سجل سعر كيلو السكر واحد المستهلك نحو 31 جنيه وقرش للكيس، بتراجع نحو 49 قرش عن الأسعار التي سجلها سعر الكيس بالأمس. وبلغ سعر كيلو السكر زمزم 19 جنيه و64 قرش. أما عن سعر كيلو سكر الدوحة فيسجل اليوم 26 جنيه 44 قرش. وبالنسبة لأسعار السكر المعبأ فقد بلغ متوسط أسعاره ما بين 33 جنيه و49 قرش، وذلك وفقا لآخر التحديثات ووفقا لبوابة الأسعار المحلية. ومع استمرار مشاركة التجار والسلاسل التجارية الكبيرة في مبادرة خفض الأسعار، سوف تشهد الأسعار مزيد من الانخفاض والتراجع خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أنه من المتوقع أن يصل سعر الكيس الواحد من وزن الكيلو إلى 14 جنيه و13 قرش في عدد من المناطق، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية لضبط الأسواق المحلية ومحاربة جشع التجار. فيما تراجعت أسعار طن السكر المعبأ من المصنع إلى نحو 25,000 جنيه للطن الواحد، وذلك بعد أن وصل سعر طن السكر الواحد الأبيض 34,000 جنيه للطن. ويأتي ذلك بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بإلزام شركات إنتاج وتوزيع السكر الحر المعبأ تدوين عدد من المعلومات والبيانات على الكيس الخارجي، تلك البيانات والتي تضمن السعر، الوزن الصافي، الشركة المعبأة، تاريخ الإنتاج، وفترة الصلاحية. بكده يكون خلص الخبر ده النهاردة. لو الفيديو عجبكم ووصلكم قبل اي حد تاني، ما تنسونيش بلايك سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.